هو ضمان لتجدد نخبتنا السياسية والثقافية والاجتماعية الداخلية ديال الحزب ديالنا. راه دابا 10 سنين 15 عام ما عجبوش فتح الله ولاد، ما عجبوش عليوه، بقى كنختلفوا معاهم، ما عجبوش الأطر الحزبية الكبيرة، ما عجبوش سي محمد القاص، ما عجبوش عبد البلد اللي كان شايفه الاتحادية، ما عجبوش الأطر، ما عجبوش سي محمد الساتي اللي كان كاتب عام ديال الشبيبة الاتحاد، ما عجبوش عبد هادي خيرات، ما عجبوش جزءا أساسيا ضمن التشكيل السياسي لحزبنا ولبلادنا. الخطورة الآن تأتي كون غياب الشبيبة الاتحادية للعمل ضمن الحركة الطلابية المغربية يهدد تجدد النخبة داخل حزبنا، ويهدد استمرارية إنتاج الأفكار والأحلام والطموحات داخل حزبنا. إذن العودة إلى واجهة العمل الطلابي ليس قرارا للشبيبة الاتحادية، هو قرار سياسي لقيادة حزبنا، مما يتطلب معه خطة وطنية للعودة إلى واجهة العمل الطلابي. هذا المؤتمر سينجز خطة وطنية للطلبة الاتحاديين للعودة إلى واجهة العمل الطلابي. هذا أعتقد بين النقاشات اللي المفروض تكون داخل المؤتمر. أنا كنناقش واش اليونان ولا ماشي اليونان، هذا نقاشات، واش اليونان ولا ماشي، هذا الشغل ديال الشبيبة الاتحادية. ولكن قلنا سيدي رحنا عندنا إرادة العودة للعمل داخل الطلبة. أنا متأكد نقاشات داخل الشبيبة الاتحادية ستنتج قرارا قد يكون اليونان، وقد تكون منظمة طلابية أخرى، وقد يكون ولكن قرار العودة مع إيجاد خطة وطنية للشبيبة الاتحادية العودة حركة طلابية، أعتقد أنه أمر ضروري لا مفر منه في هذه اللحظات العصيبة من تاريخ الاتحاد الاشتراكي والشبيبة الاتحادية. ثانيا العمل الجماعي. نحن إلى يومنا هذا انتمينا وتنتمون كجيل جديد لمنظمة نصف جماهيرية، وبالتالي المنظمة النصف الجماهيرية لها حقوق وعليها واجبات، وبالتالي تتأطر في إطار قانون داخلي الحزب وكأنك قطاع داخلي، بمعنى المكتب الوطني هو اللي عنده وصل إيداع، تبقي كاملين الفروع ما عندها شيء وصل إيداع، مما يعيق عملنا على المستوى الجماهيري. هذا النقاش آخر، واش حنا نديرو منظمة جماهيرية أو نديرو منظمة نصف جماهيرية، ولكن أنا غنفكر معكم داخل إطار ديال حنا منظمة نصف جماهيرية. إذا الجزء اللي حنا كنسلطوا فيه العمل الجماهيري ديالنا هو داخل العمل الجماعي. لم نعد نهيمن شعري نهيمنه، حيت هذه الكلمة كتقلق بعض المناضلين الآن تحت ستار الحداثة وحنا حزب سياسي نحاول أن نهيمن على جزء من السكان ديال المغرب الانتخابات غير باش يصوتوا علينا ونديو الأغلبية، ماشي باش نديو شحال. إذا حنايا المفروض أننا نعودوا للعمل الجماعي. شحال هذه كانت عندنا ضمير وعندنا حركات الطفولة الشعبية وعندنا المواهب وعندنا جمعيات على مستوى الفروع وجمعيات على الآن. شنو نسبة التواجد ديالنا بين المشهد الجمعوي الوطني؟ شنو
شنو حنا؟ أنا أعتقد خلال التتبع ديالنا أننا أصبحنا تنظيما ضعيفا بالمقارنة مع تواجدنا في المراحل السابقة. أيضا العودة إلى مجال الممارسة الجمعوية يتطلب خطة وطنية جوج نقاط: تجديد أهداف العمل، شنو باغيين حنا لهذه الخدمة، حيت هذا كامل عمل تطوعي، الجمعيات ما كيخلصنا حاجة، عمل تطوعي. شنو هي الأدوات والآليات والأهداف الجديدة التي يمكن الاعتماد عليها للعودة أولا إلى قوتنا ضمن العمل الجمعوي، وثانيا من أجل تحقيق الأهداف اللي حنا مسطرينها كحزب سياسي وكشبيبة اتحادية باش نوصلوا الأهداف اللي بغيناها واللي ما عادخلوش كما قلنا، اللي ما عادخلوش على ديك الشيء اللي ما كيختلف عليه حتى واحد. ديك اللي كيتصاوب حيت دابا ما كيختلفوش على نقطة، هو الأغلبية كيختلفوا كيفاش نوصلوا الأغلبية، ولكن ما كيختلفوش على مبدأ كيفاش حنا نكونوا في القريب العاجل القوة السياسية رقم واحد في بلادنا. وماشي سهلة، ماشي سهلة باش نكونوا القوة السياسية رقم واحد في بلادنا، الأغلبية البرلمانية الأولى في بلادنا. خصنا واحد المجهود كبير، هذا المجهود كبير كيبدا من القطاع التلاميذي، القطاع الطلابي، العمل الجمعوي، أجيال وأجيال باش كنوجدوها، باش كنوصلوا نحققوا هذه الأغلبية. شحال هذه كنا كنحققوها بنضالاتنا، بالوفاء ديالنا، بالإخلاص ديالنا، بالتحمل ديالنا، بكل شيء ديالنا. الآن المفروض نديرو عمل في الأرض مع الناس، بجانب الناس، لفائدة الناس، باش نوصلوا نحققوا. ما نديروش بالعشوائية، خصنا نديروه منظم، مهيكل، محدد الخطط، محدد الأهداف، ومحدد الوسائل والآليات. هذا الجانب آخر أعتقد على أنه الشبيبة الاتحادية أمهلت، والنقاش دائما وسط منه كيوصل إلى نتائج جزئية على أي قاعدة يجب أن تنتظم الشبيبة الاتحادية. واش آليات الانتظام الداخلي اللي عشناها لمدة ما يناهز من 75 حتى دابا، بعض التعديلات الجزئية كتوصل كتوقع في الآليات ديال